كابتن طارق يحيى، اهلا بيك. اهلا بيك يا مهيب، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك عامل ايه يا كابتن طارق؟ هارد لك وهارد لك لكل جماهير مصر اللي النهارده حزينه جدا جدا بسبب خساره منتخبنا، وبدل ما نلعب النهائي بنلعب الثالث والرابع مع نيجيريا. تمام. طيب، اولا طبعا هارد لك طبعا لمنتخبنا ومنتخب مصر. خساره النهارده من السنغال. بس خليني الاول قبل ما اتكلم في الماتش يا مهيب اخرج بره الصندوق شويه بعد اذنك. في حته نقطه مهمه جدا انت ذكرتها من شويه عن فوزي لقشح، واتكلمت عنه ان هو يعني الراجل ماشي بسياسه وبيتكلم على وبيعمل حاجات للمنتخب وبيعمل حاجات لبلده وبيعمل حاجات محترمه في اتحاد الكوره المغربي. احنا عندنا مشكله كبيره جدا يا جماعه، احنا مش حاسين بيها، بنحس بيها لما بنيجي نخسر من منتخب السنغال او كوت ديفوار او اي منتخب افريقي. المشكله في ايه؟ المشكله في مجالس ادارات الانديه وخوفها من الكرسي اللي قاعدين عليه، ويعملوا حساب جماهيرهم قبل ما يعملوا حساب البلد. في ايه بالظبط؟ انا النهارده بيجي لي عقود احتراف للعيبه خارج القطر المصري، انا ما بطلعهمش بره. ما هو دي نتيجه ان المنتخب المغربي كله محترف بره يا مهيب. انت عندك اثنين ثلاثه محترفين زي ما قال حسام قبل كده، انت عندك اثنين وربع، اثنين محترفين وربع. انت فاهم قصدي؟ فهي القصه يا جماعه لازم تبدا من هنا، من عند اتحاد الكوره ومن عند مجالس اداره الانديه. لازم نسمح باحتراف اكبر عدد ممكن من اللاعبين، طيب اي لعيب دي يجيب احتراف طيب طيب لان كابتن انت في طارق، دي الاخر عايزه ده هيعود حلقات. على دي منتخب مصر. طيب طيب دي عايزه حلقات مع بعض، هنبقى مع بعض في الاستوديو ونتكلم فيها باستفاضه، لكن انا عايز ارجع اتكلم للماتش يا دلوقتي. مهيب. اتفضل. اتفضل. اولا يعني طبعا احنا خساره بقى منتخب وغضب اه الجماهير والاداء اللي احنا يمكن كان صعب علينا نشوف منتخب مصر بلا هجمه في هذه المباراه. يعني الموضوع كان بالنسبه لنا صح. صادم شويه، مباراه النهارده كانت صادمه شويتين بالتاكيد ثلاثه. طبعا صادمه بالنسبه للاداء. احنا تحفظنا بشكل كبير جدا ناحيه دفاعيه بحته. يمكن ما كانش عندنا اي جبنا كورنر ضربه ركنيه واحده في المباراه، صعب جدا. منتخب مصر اقوى من كده واكبر من كده. انا كنت متخيل ان سوبر التحولات شهيد. هتبقى احسن من كده في الهجمات المرتده زي ما حصل في كوت ديفوار، ولكن احنا التحولات حتى ما قدرناش نعملها النهارده. طبعا اكيد مليون في الميه كان في نوع من انا بتفق مع جمال في حته ان انت عندك رهبه شويه وخوف وسيفي مش حلو مع السنغال، فانت كنت نازل متوتر شويه. ده ظهر في اداء اللعيبه، في المبالغه في الناحيه الدفاعيه بشكل ملحوظ. شفنا من شويه المغرب مع نيجيريا، المغرب بتهاجم وبتوصل لمرمى نيجيريا، مع ان نيجيريا منتخب قوي، فاحنا ما وصلناش لمرمى الحقيقه مرمى السنغال بشكل كبير. فانا يعني كنا املنا ان احنا نهاجم ونفتح الملعب شويه. الاعتماد على التحولات في السرعات اللي موجوده في خط ظهر السنغال دي ما ادتناش اي فرصه ان احنا نوصل لمرمى السنغال زي ما حصل في كوت ديفوار لما ضغطنا عليهم غلطناهم. كنت اتمنى ان احنا نضغط اكتر من كده، لان هم عندهم كوليبالي ده كام سنه، يعني اللي اتعور ده كوليبالي ده معدي ال 30 يا مهيب، فهو عنده مشاكل في السرعات، فكان المفروض تضغط عليه من الاول علشان توصل للمرمى، لكن ده ما حصلش. واحنا يعني دائما وابدا لعبنا بنفس السيستم بتاع كوت ديفوار، ولكن هناك فرق كبير جدا ما بين سرعات لاعبي السنغال وسرعات لاعبي كوت تمام ديفوار، والاخطاء كانت تمام. اكتر. وخلي بالك يمكن احنا نفس الطريقه ما نجحتش ليه مع السنغال، لان انت التوفيق خدمك في ان انت احرزت هدف في اول 3 دقائق، ده عمل نوع من الانتفاضه لمنتخب كوت ديفوار. فالتحولات بالنسبه لك كانت ليها نتيجه كبيره جدا، نظرا ان هناك مساحات في خط الظهر، نظرا طيب ان هم خليك عايزين معايا يتعادلوا. خليك معايا كابتن طارق. كابتن إكرامي هو اتكلم على طريقة اللعب بتاعت كابتن حسام النهاردة، ما كانتش يعني طريقة جيدة لمواجهة السنغال. حلو قوي. يعني خلي النقاش مفتوح يا كابتن طارق، خليك معانا. حلو قوي. اه
احنا قلنا ان حسام حسن لعب مباراه كوت ديفوار بنفس الاسلوب وبنفس التشكيل وهو الكلام ده. تمام. وانت قلت كلمه في البدايه كويسه قوي. خلاص انا هكررها تاني. انت قلت ان مدرب السنغال درس منتخبنا كويس قوي. طب احنا ليه ما درسناش منتخبهم كويس؟ لا انا كنت لازم اغير بقى. يبقى انا لازم اغير. خلاص. وانا قلت امبارح لو هاجمنا هنكسب، لو دافعنا هنخسر. خلاص انت كنت في انتظار ان الهدف يجي. بس انا هقول لك على حاجه، هو حسام بيلعب برضه بامكانيات لعيبته، هو عارف ان امكانيات لعيبته هي كده فبيلعب بيها. سواء بقى غير الطريقه او ما غيرش الطريقه، مش هي دي القضيه. أيوة. القضيه ان النهارده اللعيبه بتاعتنا مش في مستواها. تمام. فنكسب ازاي؟ يعني طارق بيقول ان حتى الهجمات المرتده الكور الطويله، واحنا قلنا هنا في الاستوديو، قلنا يا جماعه خط ظهر السنغال منظم وقوي وسريع. تمام. فمش هينفع معاه الكور الطويله، ومفيش ولا كره طويله النهارده اتعملت صح. تمام. او معنى اصح مفيش ولا كره طويله احنا خدناها. فالنهارده الطريقه اللي احنا لعبنا بيها دي، حسام بيلعب على قد امكانيات لعيبته. لكن انا بلوم على حسام النهارده في التاخير في التغيير. يعني يمكن احنا قاعدين بنتفرج على المباراه، والله انا قلت يمكن حتى الناس يعني بصوا لي لما بقول له حسام غير بقى. فعلا في لعيبه في الملعب ما كانوش قادرين. يا مهيب الاحصائيه بتاعت المباراه غريبه جدا. يعني النهارده التمريرات حتى السنغال عامله 534 تمريره، احنا عاملين 304. التسديد على المرمى علينا 12 مره، احنا تسددنا 3 مرات. يعني فعلا في فرق كبير قوي. جبنا ضربه ركنيه واحده في الشوط الثاني. تمام. هل ما قسمناش المباراة صح يا كابتن جمال؟ ما عملناش سيناريوهات للمباراة؟ يعني أنا نازل على تارجت معين، لازم أحط في اعتباري إن بالأسلوب بتاعي ده هو الجون جاي. أنا كنت بحاول أخره على قد ما أقدر، عايز أوصل لأشواط إضافية زي المغرب ونيجيريا، عايز أوصل لضربات جزاء. اللعيبة تعبانة، اللعيبة مرهقة، لكن المباراة لازم يكون ليها سيناريوهات. صح، عندك حق. خلينا نرجع لمباراة كوت ديفوار. احنا جبنا الجول في الدقيقة 3. احنا عملنا ايه؟ خليناهم ينقلوا اول دقيقتين وفجأة عملنا ضغط في تلت الملعب بتاعهم، قطعناها جبناها جول. تمام. كان لازم برضو حسام يعمل كده او الفرقة تعمل كده، ان ينقلوا. استحواذ الكابتن كرام بيقول استحواذ 63 وشوية واحنا 36 وشوية. فالاستحواذ كان كله ورا لغايه ما يوصلوا لملعبنا. فكان لازم ضغط في نص الملعب، حتى ولو زي ما انت قلت نقسم المباراه على الاقل واحنا عندنا نفس اول ربع ساعه نضغط في البدايه، لان احنا عندنا لعيبه تعرف تقطع وتعرف تروح تجيب جول. تمام. فدي كانت ممكن، انما احنا بلغنا قوي في الدفاع. تمام. كابتن طارق، يمكن تركنا الاستحواذ بالكامل لمنتخب السنغال. هل هذا فكر لكابتن حسام حسن ان هو عايز ياخد المباراة الى اشواط اضافية وضربات جزاء؟ ممكن يكون ده فكر حسام مهيب، ان هو عايز ياخد اكسترا تايم او ضربات جزاء. وطبعا ضربات الجزاء دي 50-50. بس هو طبعا يعني المفروض ان انا بلعب سيمي فاينال افريقيا، لازم يبقى عندي طموح اكتر من كده. وحسام لعيب مش اي كلام. ده حسام ده اسطوره في منتخب مصر والنادي الاهلي والزمالك قبل كده، وبالتالي كان لازم يدي للعيبه حريه في التحركات شويه للامام، لان احنا ما رحناش للمرمى خالص غير لما دخل فينا الجول في اخر 7-8 دقائق بدانا. طب انت ما لعبناش ليه من الاول كده؟ يعني من المفترض ان انت طالما عندك القدره انك انت تهاجم منتخب السنغال بالطريقه دي، طب انت ما هاجمتش ليه من الاول؟ وانا مش يعني كابتن اكرامي كان بيتكلم على قدرات اللعيبه، لا احنا عندنا قدرات لعيبه كويسه جدا. قدرات اللعيبه كويسه. وبعدين انت قلت نقطه مهمه جدا مهمه غايبه عن الناس برضو، حته احمد فتوح لما كان عنده شد. وكان عندي انا تغيير، بدل ما اخسر تريزيجيه في الباك الشمال، ما انا انزل خالد صبحي وبعدين انزل تريزيجيه على الناحيه الاماميه، يعني اطلع حد من الديفندرات بعد جون ما جه او قبل ما يجي بشويه، عشان برضه اعمل طفره هجوميه. يبقى عندك مرموش وتريزيجيه وصلاح سرعات في الامام، وبعدين تنزل مصطفى محمد بعد كده. فهي كان يعني برضه الامور ما كانتش ماشيه مع حسام زي ما كانت ماشيه في كوت ديفوار.
ودي على فكره تمام. ظروف مباراه. اللي انا عايز اقوله مش عايزين نحبط الناس دي عندها كاس عالم، المفروض ان احنا نرفع من روحهم المعنويه. وهقول لك على حاجه، ليس بالامكان اكتر مما كان. احنا كنا رايحين يا مهيب بتفكر الناس ان احنا هنرجع بعد دوري المجموعات. النهارده انت وصلت سيمي فاينال قبل أيوة. النهائي، وبتلاعب منتخب قوي جدا وكله أيوة. محترفين، 25 لعيب محترف. فبالتالي أيوة. دي نقطه مهمه جدا لازم الناس تاخد بالها منها. فمش عايزين نحبط الناس. في اخطاء، بشكرك كابتن طارق. تاخير في تغييرات، لكن ان شاء الله باذن الفتره اللي جايه تبقى افضل واحسن ان شاء الله لمنتخب مصر باذن الله.